احلى طريقه ممكن تاكلوا بيها البطاطا هوريها لكم على طريقه مامتي. هنحط البطاطا ونحط عليها معلقتين كبار عسل كده، ورشه حلوه كده برضو من القرفه، وربع كوبايه ميه، ونغطيه. اول ما تغلي هنوطي عليها ونسيبها لحد ما نلاقي الكرمله بتاعه العسل كده مع القرفه، والريحه تطلع خيال. احتاجت ميه هنزود ربع كوبايه تاني، ونقلبها الناحيه التانيه. اول لما نلاقيها استوت كده بالسكينة، خطيرة يا جماعة، وريحتها تملى البيت، وريحة القرفة كمان تجنن يا جماعة، لازم تجربوها. استنى رأيكم. دي احلى طريقة عملت بيها وراك الديك الرومي في البيت بتتبيلة خطيرة، لازم تجربوها، هتبر اي حد يدوقها في اي عزومة، بيطلع طري ومستوي وخطير. اول حاجة هنحضرها التتبيلة: بصل وفلفل وطماطم، هحط عليهم فصوص من التوم، هبشر عليهم ليمونة وهعصرها، نضربهم في الكبة او بالهاند بلندر كويس قوي. هزود بقى عليهم 3 معالق كبار من زيت الزيتون، ميكس من التوابل، ومعلقتين كبار من معجون صلصة الطماطم، ونقلبهم مع بعض كويس. عندي الحقنة بتاعة اللحوم، هاخد من التتبيلة دي شوية، ومجهزه بقى الوراك غسلاها كويس قوي، واهم حاجه لازم ننشفها بالمناديل من اي ميه زياده عليها. وبالحقنه بحط بقى التتبيله في كل حته في الورك، ازود بقى عليهم باقي التتبيله بايدي، اتاكد ان التتبيله دخلت في كل حته ما بين الجلد وما بين اللحم، وهسيبها بقى في التتبيله دي ليله كامله. تاني يوم هحضر الصينيه، حطيت فيها بطاطس وجزر وبصل، اهم حاجه نكون مقطعينهم بحجم كبير عشان ما يتهروش معانا، وشويه من الطماطم، وهتبلهم تتبيله بسيطه قوي، زيت زيتون وملح وفلفل. وهرص بقى عليهم الوراك كده من فوق، هسيبها بالتتبيله زي ما هي، شرايح من الليمون وكمان عودين من الزعتر، وهكتب لكم كل تفاصيل التسويه تحت الفيديو. واهم حاجه نتاكد ان احنا قفلناها بورق الزبده وورق الفويل كويس قوي. بعد بقى ما عدى ساعة ونص من التسوية، بشيل ورق الزبدة والفويل وانزل التتبيلة من على الجلد، واسقيها بقى بكل الدهون اللي نزلت منه. هدخلها تاني لحد ما تحمر وتاخد لون حلو بالشكل ده، وهيطلع يا جماعة ريحته خطيرة وطعمه تحفة، والبطاطس مستوية وشاربة بقى من التتبيلة، ولحم الديك الرومي كده طري وبيدوب في بقكم وانتوا بتاكلوه. لازم تجربوه. وبس كده، ده كان فيديو النهارده.
عملت تورتة التيراميسو في البيت، وعايزة اقول لكم ان طعمها احلى من اي تورتة انتوا ممكن تكونوا جربتوها. هجيب قالب التشيز كيك واحط ورقة زبدة من تحت، وهجيب بسكوت السافوير او البسكوت التيراميسو، واظبط بقى البسكوت على مقاس القالب وبقصهم كلهم بنفس الطريقة وبحطهم جنب بعض كده وبشيلهم بقى على جنب. عشان نحضر القهوة محتاجين مية سخنة وعليها معلقة كبيرة من السكر، قهوة سريعة الذوبان او اللي هو النسكافيه، وبسيبهم بقى يبردوا خالص على جنب. في بولة تانية بحط الجبنة الكريمي وتكون طرية خالص، بضربها كويس قوي بالمضرب لحد ما لونها يفتح وتبقى كريمي بالشكل ده. هنحط عليها السكر، صوص الكراميل، معلقة من القهوة اللي حضرناها، ونضربهم كويس قوي ما يبقاش فيه اي كتل. في بولة تانية هحط كريمة خفق تكون متلجة واضربها بالمضرب كويس، واول ما يعمل فيها علامات بضيفها على الجبنة واضيف عليها معلقة صغيرة من الفانيليا، وكده عندنا احلى كريمة جبنة للتيراميسو. هنعمل بقى اول طبقه من البسكوت ونغمسه في القهوه بالشكل ده، والفراغات بحط فيها البسكوت المتكسر. حطيت اول طبقه من الجبنه وعملت بقى طبقات تانية من البسكوت والجبنه، وبنغطيها وبنشيلها في التلاجة ليله كامله. تاني يوم طلعتها من التلاجة، شلتها بقى من القالب وعملت لها في يوم كاساتين كده لذيذه وحلوه، وحضرت كريمه للجناش بقى عليها من فوق، عملت بيها وردات كده صغيرين وكبار، والساده حطيت عليهم شويه من صوص الكراميل، شوكولاته وسبرينكل ذهبي. ونجيب بقى الشمع بتاعنا ونطفيه ونتمنى الامنيات اللي نفسنا فيها، وبس كده هتاكلوا احلى كيكه تيراميسو في البيت. طعمها بجد كان خطير، ولو عايزين تشوفوا الطريقه كامله هتلاقوها على فيديو اليوتيوب، لازم تجربوها. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. في نهاية هذا العام أحب أن أشكر عمودي الفقري على وقوفه معي، كذلك أشكر جهازي العصبي على قدرته الهائلة في الانضباط وتحمل الظروف، وأشكر قلبي على سعته، كما أشكر خيالي الخصب على اندماجه معي في بعض الأحلام التي لم تتحقق، وأخص بالشكر عقلي على تحمله الأحداث والمفاجآت وبعض الأفكار الغريبة. شكرا أنا